بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعينا ومتتبعاتنا من تلاميذ السنة الثانية بكالوريا جميع الشعب والمسالك العلمية الدولية والعربية، في سلسلة من الفيديوهات التي سنقدم من خلالها شروحات مستفيضة للدروس معززة بفيديوهات ومتحركات تفاعلية وصور وأيضا تجارب تفاعلية لتيسير فهم وإدراك المحتويات المقررة في السنة الثانية بكالوريا. وسنبدأ مع المجزوءة الأولى المخصصة للموجات ليزوند. تتكون مجزوءة الموجات من 3 وحدات، يعني 3 دروس، وهي Première unité, ça sera les ondes mécaniques progressives, donc الموجات الميكانيكية المتوالية. Deuxième unité, les ondes mécaniques progressives périodiques, الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. وآخر درس اللي هو la propagation d'une onde lumineuse، انتشار موجة ضوئية. حسب الإطار المرجعي المنظم للامتحانات الوطنية، فتحوز مجزوءة الموجات ما نسبة أهميته 11% من الامتحان الوطني. كما يعلم الجميع، فالامتحان الوطني لمادة العلوم الفيزيائية والكيميائية يتشكل من 3 تمارين: الفيزياء 1، الفيزياء 2، الفيزياء 3. بالنسبة للتمرين ديال الفيزياء 1، يمكن أن يخصص بأكمله لمجزوءة الموجات، تطرح فيه أسئلة فقط ديال الموجات. أو في الحالة الثانية يمكن أن يخصص بأكمله للفيزياء النووية، أسئلة الفيزياء النووية. أو في الحالة الثالثة أن يخصص التمرين الأول للفيزياء لمجزوءتي الموجات والفيزياء النووية، يجمع بين الموجات والفيزياء النووية، تكون تطرح أسئلة ديال الموجات ومعها أسئلة ديال الفيزياء النووية. شكل هذه الأسئلة يمكن أن تكون أسئلة متعددة الاختيار QCM question à choix multiple، وهذه الأسئلة تهم أيضا قياس مدى التمكن من المعارف والمهارات المدرسة في الموجات. وممكن أن تكون أيضا تستهدف قياس مدى التحكم في مهارات مرتبطة بالجانب التجريبي، وأيضا القدرة على البرهنة باستخدام العلاقات الرياضية للوصول إلى مقدار من المقادير الفيزيائية الخاصة بمجزوءات الموجات. كما يمكن أن تكون الأسئلة ماشي متعددة الاختيار، يعني ما غاديش يعطيوك السؤال ويعطيوك أجوبة، اقتراحات ديال الأجوبة وتختار الجواب الصحيح. يمكن أن تكون الأسئلة مفتوحة، ينبغي تحليل وثائق واستغلال المنحنيات، وأيضا استغلال العلاقات الموجودة بين مختلف المقادير الفيزيائية الخاصة بمجزوءة الموجات للوصول إلى النتيجة النهائية. وتخصص لهذا التمرين الأول الفيزياء الذي تحضر فيه الموجات تنقيطا يتراوح بين 2.5 نقط كحد أدنى و3 نقط ونصف كحد أقصى. الآن نمر إلى شرح الدرس الأول اللي هو الموجات الميكانيكية المتوالية لي زوند ميكانيك بروغريسيف. يهدف هذا الدرس إلى تحقيق المعارف والمهارات التالية: أولا، إدراك مفهوم الموجة الميكانيكية والقدرة على تعريف الموجة الميكانيكية وأيضا الموجة الميكانيكية المتوالية، تمييز الموجة الطولية عن الموجة المستعرضة انطلاقا من تعريفهما، تعرف سرعة انتشار الموجة وأيضا تحديد العوامل التي تؤثر فيها، تعرف التأخر الزمني طو كمقدار يميز الموجات ونقط وسط الانتشار، استغلال وثائق تجريبية ومعطيات لتحديد المسافة المقطوعة من طرف الموجة، التأخر الزمني طو، سرعة انتشار الموجة V، ce qu'on appelle en français une célérité V puisqu'il s'agit d'une propagation de l'énergie، ثم استغلال العلاقة بين التأخر الزمني والمسافة D وسرعة الانتشار وتحديد أحد المقادير المجهولة، ثم نهاية معرفة العلاقة بين استطالة نقطة من وسط الانتشار واستطالة المنبع كما هو موضح أمامكم. الآن نمر إلى الفقرة الأولى والتي من خلالها سنحدد مفهوم الموجة الميكانيكية مع إدراكها. فما هي الموجة الميكانيكية؟ Qu'est-ce qu'une onde mécanique؟ لإدراك مفهوم الموجة الميكانيكية وتحديد تعريف لها، وهذا يطلب في الامتحان الوطني، لا بد من استحضار مجموعة من المفاهيم المرتبطة بها. في الفيزياء تنقسم الأوساط إلى نوعين: وسط غير مادي هو الوسط الذي لا يتشكل من المادة ونسميه بالفراغ، والنوع الثاني هو الوسط المادي الذي يتكون من المادة في حالتها الفيزيائية الثلاث: صلب، سائل أو غاز.
وفي الأوساط المادية نميز نوعين من الأوساط المادية المرنة والأوساط المادية غير المرنة. فمثلا الحبل عندما نطبق عليه تأثيرا ميكانيكيا باليد فهو يتشوه، وما إن يزول هذا التأثير الميكانيكي ديال اليد يعود الحبل إلى حالته البدئية الطبيعية غير مشوهة. نقول بأن الحبل هو وسط مادي مرن. كذلك الشأن بالنسبة للنابض الذي تكون لفاته غير متصلة. عندما نكبس لفات النابض أو نحدث اهتزازا لهذا النابض فهو يتشوه، ولكن سرعان ما يعود إلى حالته البدئية بعد أن يزول التأثير الميكانيكي الخارجي لليد. كذلك الشأن بالنسبة للماء الذي يعتبر وسطا ماديا سائلا، فهو عندما يسقط فيه حجر أو قطرة ماء فهو يتغير شكله ويتشوه، وما إن تزول القوة الخارجية اللي هي الحجر أو قطرة الماء يعود إلى حالته البدئية غير المشوهة الطبيعية. نقول بأن الماء أيضا يعتبر وسطا ماديا. إذا الحبل والنابض والماء وحتى الهواء هي أوساط مادية مرنة تنتشر فيها الموجات. La corde, le ressort, l'eau et l'air aussi sont des milieux matériels élastiques. تتميز بخاصية المرونة. Qu'est-ce que l'élasticité؟ ما هي المرونة؟ دونك المرونة قلنا هي الخاصية التي تمتلكها بعض الأجسام والتي ظهرت في الفيديوهات وتخول لها العودة إلى حالتها الطبيعية غير مشوهة بعد زوال القوة التي أدت إلى تشويهها. Donc l'élasticité représente une propriété qui permet à certains milieux matériels de retrouver leur forme naturelle non perturbée dès que la force ayant causé cette perturbation cesse. Et bien, qu'est-ce que signifie cette notion de perturbation du point de vue physique؟ ماذا نقصد بالتشويه من الناحية الفيزيائية؟ لتحديد مفهوم التشويه سنشاهد انتشار تشويه طول الحبل. سنحلل مكونات الفيديو وبعد ذلك سنتوصل إلى تعريف للتشويه. لتحديد مفهوم التشويه سنقارن فقط الحالة الفيزيائية لنقط وسط الانتشار قبل إحداث التشويه ثم بعد إحداث التشويه. نلاحظ أنه قبل التشويه تكون نقط وسط الانتشار في حالة توازن في موضع ينطبق مع الحالة المرجعية، وأيضا تكون في حالة سكون يعني السرعة ديالها منعدمة. الآن سنحدث تشويها عند هذه النقطة الأولى التي نعتبرها منبعا للتشويه la source de la perturbation، نرمز لها بحرف S. سننجز حركة اهتزاز نحو الأعلى ثم نحو الأسفل لكي ينشأ التشويه على مستوى هذه النقط، ونحدد الحالة الفيزيائية التي أصبحت عليها هذه النقط. إذا غادي نشغل المتحرك التفاعلي. نلاحظ أن هذه النقط تغير موضعها بالنسبة للحالة المرجعية، يعني ارتفعت نحو الأعلى، زد أصبح يخالف يعني الصفر ولا عندها ارتفاع، وأيضا تغيرت الحالة الميكانيكية الخاصة بهذه النقاط، حيث كانت بداية في حالة سكون الآن أصبحت في حالة حركة، يعني أن سرعتها تغيرت. في الحالة البدئية كانت سرعتها منعدمة، الآن أصبحت سرعتها تخالف الصفر. إذا هنالك أثناء التشويه تغير للموضع وأيضا تغير للسرعة وتغير المقادير المرتبطة بهما. يعني تغير، إذا قلنا تغير الموضع فهذا يعني تغير طاقة الوضع الثقلية، تغير السرعة يعني تغير الطاقة الحركية، وبالتالي يمكن اعتبار هذا التشويه هو تغير في الخصائص الفيزيائية لنقط وسط مادي معين. السؤال الذي يطرح الآن، هل هذا التغير على مستوى الخصائص الفيزيائية اللي هنا عندنا هي الموضع والسرعة مرتبط بجزء من الحبل يعني مجموعة النقاط، أو أنه مرتبط بجميع نقاط وسط الانتشار؟ يعني خلال الملاحظة المباشرة أنه يهم فقط جزءا من الحبل. إذا يمكن أن نقول بأن التغير في الخصائص الفيزيائية هو محلي. السؤال الآخر، هل هذا التغير مستمر في الزمان أم أنه مؤقت؟ بمعنى أن هذه النقاط تتغير خصائصها الفيزيائية بشكل مستمر ودائم في الزمان، أو أنه تغير يعني مؤقت. لنشغل المتحرك التفاعلي نلاحظ بأن النقط بعد مدة وجيزة عادت إلى
حالتها البدئية، حالة السكون وحالة التوازن. وبالتالي التغير على مستوى الخصائص الفيزيائية اللي هو الموضع وأيضا السرعة وأيضا الطاقة المرتبطة بهما يكون مؤقتا، يعني وليس دائما في الزمن. Donc cette modification des propriétés physiques elle est locale et aussi temporaire. إذا ما هو التشويه؟ التشويه هو تغير محلي ومؤقت للخصائص الفيزيائية اللي هنا عندنا بالنسبة لنا في الحبل، اللي هي الموضع وأيضا السرعة وأيضا الطاقة المرتبطة بهما لنقط وسط مادي معين. Qu'est-ce qu'une perturbation? Une perturbation, c'est une modification locale et temporaire des propriétés physiques des points d'un milieu matériel. إذا كما رأينا على مستوى الفيديو فتوصلنا إلى تعريف التشويه. إذا التشويه هو تغير محلي ومؤقت للخصائص الفيزيائية اللي هي شفنا الموضع، السرعة والطاقة الميكانيكية لوسط مادي معين. Donc, qu'est-ce que cette perturbation? Donc, la perturbation représente une modification locale et temporaire des propriétés physiques telles que la position, la vitesse, l'énergie mécanique d'un milieu matériel donné. بين الأمثلة ديال انتشار التشويه كما نلاحظ اهتزاز عمودي أو أفقي للفات النابض، يعني إما كبس لفات النابض وتحريرها أو حركة الاهتزاز الرأسي للنابض تؤدي إلى تشويهه، تغير محلي ومؤقت. ثم بعد مرور مدة زمنية معينة وغياب التأثير يعود النابض إلى حالته البدئية. إذا والمثال الثاني هو سقوط قطرة ماء فوق سطح الماء يؤدي ذلك إلى تشويهه، تغير محلي ومؤقت على شكل دوائر تنتشر على سطح الماء. Donc deuxième exemple, ce sera le chute d'une goutte à la surface de l'eau. Ça provoque une perturbation, une modification locale et temporaire sous forme de rides circulaires qui se propagent à la surface de l'eau. Ça représente bien sûr notre perturbation. نمر الآن إلى تحديد مفهوم الموجة الميكانيكية، وسيتم ذلك من خلال تحليل انتشار تشويه طول حبل، وسنتوصل أيضا إلى بعض الاستنتاجات المرتبطة بالموجة الميكانيكية وانتشارها في وسط مادي مرن. لنشاهد الفيديو. الحبل كما رأينا سابقا هو عبارة عن وسط مادي مرن، c'est un milieu matériel élastique متوفر على حبل ممدود أفقيا وموتر من أحد الطرفين. سنحدث في هذا الطرف الحر الآخر هذا الحيز الذي نعتبره منبعا للموجات la source de l'onde ونرمز له ب S، حركة اهتزاز نحو الأعلى ثم نحو الأسفل، ثم نلاحظ ماذا سيحدث على مستوى الحبل. وحينما نحدث اهتزازا نحو الأعلى ثم نحو الأسفل للمنبع ينشأ تشويه على مستوى الحبل. هذا التشويه ينتشر في جميع نقط وسط الانتشار مشكلا بذلك الموجة الميكانيكية. إذا الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار التشويه في وسط مادي مرن. Qu'est-ce que l'onde mécanique? L'onde mécanique, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. السؤال الأولي: انتشار الموجة الميكانيكية هل هو انتقال للطاقة أم انتقال للمادة المكونة للوسط؟ L'onde mécanique, est-ce que c'est un transfert d'énergie ou transfert de matière qui constitue le milieu de propagation؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي مراقبة حركة نقطة من وسط الانتشار، مثل هذه النقطة الزرقاء اللي نقدر نسميوها النقطة M. نراقب حالتها قبل أن تصل إلى الموجة وأثناء وصول الموجة وبعد مرور الموجة منها. نلاحظ قبل أن تصل إليه الموجة توجد النقطة M في حالة سكون لا تتحرك. عندما تمر منها الموجة تنجز حركة نحو الأعلى ثم نحو الأسفل
وهي نفس الحركة الاهتزازية لمنبع الموجات الذي أدى إلى نشوء الموجة، بمعنى أنه هذه النقطة M هي فقط تعيد الحركة الاهتزازية للمنبع. لنعتبر مثلا أن الحركة الاهتزازية للمنبع كانت حركة نحو الأسفل ثم نحو الأعلى، مما يعطينا واحد الموجة ديالها بحال هذه الكيفية هذه، حتى النقطة M عندما تصلها الموجة غادي دير حركة نحو الأسفل ونحو الأعلى، يعني أن نقط وسط الانتشار تنجز أو تعيد نفس الحركة الاهتزازية للمنبع، فإن كانت نحو الأعلى ثم نحو الأسفل تكون نحو الأعلى نحو الأسفل، إن كانت نحو الأسفل ثم نحو الأعلى تكون نحو الأسفل ثم نحو الأعلى. بعد أن يمر منها أو تمر منها الموجة تعود إلى حالة سكون وموضع توازنها ولا تتحرك. هذا يعني أن نقطة M لم تغير موضعها بعد أن مرت منها الموجة. نقطة M ما يسري عليها يسري على جميع نقاط وسط الانتشار، هذا يعني أن نقاط وسط الانتشار عندما تمر منها الموجة لا تغير موضعها، بالتالي المادة المكونة الوسط لا تنتقل مع انتشار الموجة، إذا الموجة ليست انتقالا للمادة. الآن سنعود إلى S قبل إحداث الموجة كانت في موضع التوازن الذي يطابق الحالة المرجعية لطاقة الوضع، سرعتها منعدمة لأنها في حالة السكون، يعني الطاقة الميكانيكية ديالها صفر. المجرب يغير موضعها يرفعه نحو الأعلى وبالتالي يعطيها ارتفاعا معينا، بمعنى أنه كيعطيها زد، يعني كيعطيها طاقة وضع ثقالية. غير من حالتها الميكانيكية من حالة السكون إلى حالة الحركة، كنلاحظوا تحركت، بالتالي أصبح لديها سرعة، يعني أعطاها طاقة حركية، أعطاها طاقة وضع ثقالية وطاقة حركية، هذا يعني أنه منحها طاقة ميكانيكية، هي بدورها تمنح طاقتها الميكانيكية للنقطة المجاورة، والنقطة المجاورة تمنح الطاقة الميكانيكية للنقطة التي تليها، وبالتالي تظهر ذلك على شكل تغير في الموضع وأيضا سرعة هذه النقاط، مما يؤدي إلى تشكل موجة. إذا الموجة أشنو هي عبارة عن طاقة ميكانيكية تنتشر عبر وسط الانتشار. إذا الموجة الميكانيكية هي انتقال للطاقة وليس انتقال للمادة. Donc la propagation de l'onde est accompagnée avec un transfert d'énergie et non pas un transfert de matière qui constitue le milieu de propagation. إذا توصلنا من خلال الفيديو إلى أن الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار تشويه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة المكونة لهذا الوسط. L'onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de la matière qui constitue ce milieu. كما توصلنا إلى أن الموجة هي انتقال للطاقة. Comme nous avons conclu que la propagation de l'onde est un transfert d'énergie. أيضا بين الاستنتاجات التي تم التوصل إليها أن نقطة من وسط الانتشار لا تكون في حركة إلا عندما تمر منها الموجة. قبل أن تمر الموجة تكون في حالة السكون، وبعد أن تمر منها الموجة تعود إلى حالة السكون وموضع التوازن. وأنه عندما تمر منها الموجة فهذه النقطة تعيد فقط الحالة الاهتزازية للمنبع، فإن كانت حركة المنبع حركة نحو الأعلى ثم نحو الأسفل، فالنقطة التي تمر منها الموجة هي تعيد نفس تلك الحركة، يعني أنها تهتز نحو الأعلى ثم تنزل نحو الأسفل إلى موضع توازنها. Donc nous déduisons aussi que lors du passage de l'onde par un point, celui-ci aussi comme la source S. Il répète cet mouvement vibratoire tout en restant au repos avant et après le passage de l'onde. من بين الأمثلة التأكيدية على ما توصلنا له من تعريف والذي ينبغي عليكم التمكن منه واسترداده إن طلب منكم ذلك في الامتحان الوطني، لأن في الامتحان الوطني ربما قد يعطى التعريف بشكل مباشر أو قد يعطى على شكل سؤال متعدد الاختيار. بالإضافة إلى هذه الاستنتاجات هنالك مثال ديال انتشار موجة طول الحبل. لنشاهد هذا الفيديو الذي يجسد انتشار موجة ميكانيكية طول الحبل ويؤكد على ما تم التوصل له من تعريف وأيضا استنتاجات مرتبطة بانتشار موجة ميكانيكية.
إذا مع المثال الثاني اللي هو انتشار موجة ميكانيكية طول النابض. النابض هو عبارة عن وسط مادي مرن لكونه يمكن أن يتشوه تحت تأثير قوة خارجية، وبعد زوال هذه القوة يعود إلى حالته البدئية غير المشوهة، حيث تفصل بين لفاته نفس المسافة كما هو مبين في المتحرك التفاعلي التالي. لإحداث الموجة الميكانيكية المنتشرة طول النابض نحتاج إلى إحداث اهتزاز في هذا الحيز الأول، هذه مجموعة اللفات الأولى. هذا الحيز نسميه منبع الموجات لا سورس دو لوند ونرمز له ب S. طريقة إحداث التشويه، هنالك طريقتين. طريقة متداولة جدا هي كبس مجموعة من اللفات في البداية. عندما نكبس هذه اللفات بشكل أفقي يؤدي ذلك إلى تقاربها، فتظهر هذه اللفات منضغطة، يكون عندنا انضغاط لهذه اللفات. ولكن عند كبس هذه اللفات الثلاث مثلا، اللفات التي قبلها تتباعد، فيظهر تباعد اللفات التي قبلها المجاورة على شكل تمدد. عند كبس لفات النابض هذه الإشارة الميكانيكية يؤدي إلى ظهور منطقتين، انضغاط وتمدد. الانضغاط والتمدد لا كومبريسيون إلى ديلاتاسيون ديال هذه اللفات ديال النابض تمثل التشويه. il représente notre perturbation. كاين هذه الطريقة لإحداث الإشارة الميكانيكية، وكاين طريقة أخرى هي تبين اتجاه التشويه. يمكن أيضا الحصول على نفس التشويه بأن يقوم المجرب بدفع اللفة الأولى بشكل أفقي نحو اليمين ثم نحو اليسار. عندما يدفعها نحو اليمين كما هو يبين المتحرك التفاعلي التالي، دفع نحو اليمين ثم بعد ذلك الحركة نحو اليسار، يعني حركة اهتزازية أفقية نحو اليمين ثم نحو اليسار، يؤدي ذلك إلى تقارب مجموعة من اللفات وتباعد اللفات المجاورة. يكون عندنا أيضا انضغاط وتمدد لوسط الانتشار. هذا الانضغاط والتمدد هذا يسمى بالتشويه. التشويه هل سيظل في المنبع؟ لا، بما أن الوسط مرن فهو سينتشر إلى جميع اللفات. نلاحظ انتشار التشويه اللي هو انضغاط وتمدد وسط الانتشار بنفس الكيفية في جميع نقط وسط الانتشار في جميع لفات النابض، وهذا ما نسميه بالموجة الميكانيكية، ظاهرة انتشار التشويه اللي هو انضغاط وتمدد في وسط مادي مرن. الآن السؤال الذي يطرح، هل هذه الموجة المنتشرة على شكل انضغاط وتمدد لوسط الانتشار هي انتقال للطاقة أو انتقال للمادة؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي مراقبة حيز من النابض، مجموعة من اللفات، قبل أن تصل إلى الموجة، أثناء وصول الموجة إليها، وبعد مرور الموجة منها. نلاحظ أنه قبل أن تصل الموجة إلى هذا الحيز يكون في حالة سكون، تكون هذه اللفات في حالة سكون. عندما يمر منها التشويه أو الموجة، الحيز ينجز حركة اهتزاز نحو اليمين أفقيا ثم نحو اليسار. بعد مرور التشويه أو الموجة تعود اللفات إلى حالتها الفيزيائية، حالة السكون، مما يعني أن اللفات لا تغير موضعها، وبالتالي نقط ما يسري على هذه اللفات يسري على باقي اللفات الأخرى. إذن اللفات التي تكون نقط وسط الانتشار هي لا تغير موضعها. هذا يعني أن انتشار الموجة الميكانيكية ليس انتقال للمادة. إذن يؤكد ما توصلنا إليه على مستوى انتشار الموجة طول الحبل. الآن سنعود إلى المنبع. يقوم المجرب بدفع اللفة الأولى أفقيا، مما يؤدي إلى تغيير حالتها الفيزيائية من حالة السكون إلى حالة الحركة. نقول أنه أعطاها طاقة حركية، هي الطاقة الميكانيكية. هذه اللفة بدورها ستعطي طاقتها إلى اللفات المجاورة، وعندما تعطي طاقتها إلى اللفة المجاورة تتحرك هذه اللفات تغير موضعها، وعندما تغير موضعها يظهر ذلك على شكل انضغاط وتمدد لوسط الانتشار.
هو التشويه الحاصل. إذا ذاك التشويه الحاصل هو تغيير في الموضع وتغيير في السرعة اللي هو طاقة ميكانيكية، وبالتالي الموجة اللي هي انضغاط وتمدد لوسط الانتشار تمثل طاقة ميكانيكية تنتشر في جميع لفات النابض. هذا يعني أن الموجة هي انتقال للطاقة وليس انتقال للمادة. Cela signifie que l'onde qui se propage le long d'un ressort et qui se manifeste comme une compression et dilatation des spires représente un transfert d'énergie, mais non pas un transfert de matière. إذا كما لاحظنا في الفيديو الخاص بانتشار موجة ميكانيكية طول نابض، توصلنا إلى نفس التعريف والاستنتاجات المرتبطة بالموجة الميكانيكية، أن الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار تشويه في وسط مادي مرن، وأن الموجة هي انتقال للطاقة وليست انتقال للمادة المكونة لهذا الوسط، وأن نقطة من وسط الانتشار لا تكون في حركة إلا عند مرور الموجة منها، والحركة التي تنجزها هي نفس حركة المنبع، أي أن نقطة من وسط الانتشار تعيد الحالة الاهتزازية للمنبع، فإن كانت الحالة الاهتزازية نحو الأعلى ثم نحو الأسفل تكون أيضا نقطة من وسط الانتشار عند مرور الموجة منها مجبرة بإنجاز نفس الحالة الاهتزازية نحو الأعلى ثم نحو الأسفل. بعد مرور الموجة تعود إلى حالة السكون، وقبل مرور الموجة تكون في حالة سكون. ننتقل الآن إلى مفهوم آخر مرتبط بالموجة الميكانيكية، هو الموجة الميكانيكية المتوالية. فماذا نقصد بالموجة الميكانيكية المتوالية؟ الإجابة على هذا السؤال أدعوكم لمشاهدة المتحرك التفاعلي التالي. عندما نحدث حركة اهتزازية واحدة على مستوى منبع الموجات يؤدي ذلك إلى نشوء تشويه واحد كما يوضح المتحرك التفاعلي. نلاحظ حركة اهتزازية واحدة أدت إلى نشوء تشويه واحد أو إشارة ميكانيكية واحدة. ماذا لو كررنا هذا الاهتزاز أو هذه الحالة الاهتزازية مرات متتالية لا تنقطع بشكل مستمر؟ لنلاحظ على أن تكون حركة S حركة ثابتة بين قيمة قصوى وقيمة دنيا تحافظ على نفس الوسع، نقول بأن حركة S حركة مصانة، نحصل على ما نسميه بالموجة الميكانيكية المتوالية. الموجة الميكانيكية المتوالية هي تتابع مستمر لا ينقطع لإشارات ميكانيكية ناتج عن اهتزاز مصال لمنبع الموجات. Qu'est-ce qu'une onde mécanique? Donc une onde mécanique, c'est une succession ininterrompue et continue des signaux mécaniques qui résultent d'une vibration entretenue et continue de la source de l'onde. إذا كما يوضح المتحرك التفاعلي، فالموجة الميكانيكية المتوالية هي تتابع مستمر لا ينقطع لإشارات ميكانيكية ناتج عن اهتزاز مصال لمنبع الموجات. ينبغي عليكم تذكر هذا التعريف جيدا لأنه يوضع في الامتحان. Donc on en déduit de cette animation flash que l'onde mécanique progressive représente une succession continue et ininterrompue de signaux mécaniques qui résultent d'une vibration entretenue continue de la source de l'onde. أمثلة أخرى لموجة الميكانيكية المتوالية، هذه المرة تنتشر في أوساط أخرى كالحالة الخاصة بالنابض، عندما نحدث اهتزازا مستمرا لا ينقطع لمنبع الموجات بشكل أفقي يتأرجح بين قيمة قصوى وقيمة دنيا، يؤدي ذلك إلى نشوء إشارات ميكانيكية تتمظهر على مستوى النابض على شكل انضغاط وتمدد لفاته. هذه الإشارات الميكانيكية متكررة مستمرة لا تنقطع، تنتج بذلك ما نسميه بالموجة الميكانيكية المتوالية. كذلك الشأن بالنسبة للحبل كما رأينا في المتحرك التفاعلي، فالاهتزاز المصال لمنبع الموجات يؤدي إلى نشوء تشوهات أو إشارات ميكانيكية متكررة متتالية وهي الموجة الميكانيكية المتوالية. والفرق فقط هنا بين هاتين الموجتين الميكانيكيتين المتواليتين هو أن الاهتزاز في الحبل هو اهتزاز رأسي، بينما الاهتزاز على مستوى النابض فهو اهتزاز
أفقي. وسنحدد الفرق بين هاتين الموجتين لاحقا في الفقرة المخصصة لطبيعة الموجة الميكانيكية. كذلك الشأن بالنسبة لسطح الماء، عندما نحدث اهتزازات على مستوى المنبع بشكل مستمر وموصول، يؤدي ذلك إلى تكون تشوهات وإشارات ميكانيكية دائرية تتكرر بنفس الكيفية ولا تنقطع، وهذا ما نسميه بالموجة الميكانيكية المتوالية على سطح الماء. Donc, lorsqu'on provoque une vibration entretenue de la source de l'onde de manière continue et successive, cela engendre des déformations, des perturbations, c'est-à-dire des signaux mécaniques qui se manifestent comme des compressions et dilatations. Compression et dilatation des spires du ressort qui se répètent sans interruption et produisent ainsi l'onde mécanique progressive. De même pour l'onde mécanique à la surface de l'eau, lorsqu'on provoque une vibration ponctuelle entretenue à la surface de l'eau au niveau d'une source, cela engendre des rides circulaires, des signaux mécaniques continus, produisant ainsi notre onde mécanique progressive. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الذي خصصناه لإدراك مفهوم الموجة الميكانيكية وتعريفها، حيث توصلنا إلى أن الموجة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار تشويه في وسط مادي مرن، وأن الموجة الميكانيكية أيضا هي انتقال للطاقة وليست انتقالا للمادة المكونة لوسط الانتشار. Donc cette vidéo a été consacrée à la compréhension du notion de l'onde mécanique. Nous avons déterminé sa définition. Donc l'onde mécanique représente un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique. L'onde, c'est un transfert d'énergie, mais pas un transport de matière qui constitue le milieu de propagation. بالأمثلة التي رأينا للموجة الميكانيكية، الموجة الميكانيكية المنتشرة طول الحبل والموجة الميكانيكية المنتشرة طول النابض عندما نكبس بعض لفاته ونحرره. فيتضح من خلال الملاحظة الأولية أن طبيعة الموجة المنتشرة طول الحبل من خلال تشويهها لا تشبه لطبيعة الموجة المنتشرة على النابض. فما الفرق بينهما؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفيديو اللاحق إن شاء الله. كونوا في الموعد. Donc la nature de l'onde mécanique qui se propage le long d'une corde lorsqu'il est excité ne ressemble plus à celle de l'onde qui se propage le long d'un ressort lorsqu'on comprime quelques spires puis on les relâche. Quelle est la différence entre les deux ondes? C'est ce qu'on va voir et traiter dans la vidéo prochaine. À bientôt mes chers élèves.